مرحبا شباب، تأخرنا عليكم اليومين بالشروحات، كانت علي ظروف. الآن معنا شرح كيت كات الجديد والإضافيات حقه. هذا هو. والله في شيء تغير كثير. مثلا موافق. معنا الإطارات. شوف لوحة فنية، معدل الإطارات، أي مقاس، لوحة فنية عريضة، يعني جميع تواصل السوشيال ميديا. مثلا الإضافيات الجديدة الآن معنا مثلا هذا الخط، بنشوف انتقالاته والإضافيات. مثلا خيارات، انتقال دخول متلاشي، خروج اليمين، نفس الانتقالات، اللهم أني مدورها في السريع في حركة الدوران لا غير. الآن معنا مجال الجرافات، مثلا خيارات انتقال حر. بنشوف تغيير الجرافات، أشكالهن وإضافياتهن، المسافات، السهمين، الإضافيات، الدوران عكس، خيارات التأثيرات، السطوع وما إليها، الانقسام السريع، الشفافية، نسخ الانتقال، بعدين رجوع. معناه الآن هنا إضافيات تشغيل الإيقاف، منها الحساسية، نسبة الحساسية، والإضافيات المعتمة تجانس، لون المفتاح الأخير، الإطار خلف لون الإطار خلف النص. الآن معناه الخطوط، حجم الخط، هنا إضافيات الفونت، التحميلات، وهذا حجم ونسبة الخط. يعني في حاجات والله ممتعة. باقي معنا انتقال هذا، تحرير المزيد من الصور، صور وما صور، ومن هنا إضافة العناصر، أي صورة تريدها. مثلا تضيف فيديو، ملفاتي، معرفة المضمون، المشاركات، تضيف أي ملفات، موسيقى، من هنا كل شيء، الملصقات، أي شيء تضيفه من هذا الانتقال. الآن معنا والله في حاجة روعة الصدق، لكن في تبطئة في الانتقالات. عندما تتنقل من الانتقال لانتقال بيكون فيه قليل من التأخير والبطء فقط لا غير، ولا انتقالاتها سريعة سلسة. في بعض الإضافيات لها معنى كثير، وضع الكتابة فوق قيد التشغيل، هذا هو. هنا تضيف البحث من جوجل، وتضيف أي شيء، كرمونات وما إلى ذلك، ملصقات متحركة. أيضا هذا المجال كثير ملصقات فيه، يعني تطور سريع جدا ومفيد للكثير من المصممين، لكن الخلاف فيه هو تبدأته بس بعد التنقل في كل الخطوط. هذا شرح برنامج في كيت كات الجديد. إن شاء الله راح نعمل بعد قليل شرح انتقالات سريعة فيه، ونجرب كيف بيكون الانتقال والتصميم به. تحياتي للجميع.